صار هو الوريث لكل هالاملاك. اهلا يا معلم مصطفى. اهلا يا حنش. نورت. شو اليوم يا حنش مشقلق؟ شكلك شايف الخبر بالمنام. انو خبر؟ عبي شو هالسيارة الجديدة هاي؟ الف مبروك. الله يبارك فيك، هي السيارة إلك مو إلي. لك انا ما بدي الا سلامتك، ما بدي سيارات انا. هي السيارة مو مني، هي ورثتك. ورثة؟ ايه، وكل شيء بيملكه عمك صار ملكك إلك. ملكي انا؟ يا حنش شو رايك تترك الورثه لنا ونحن نتصرف فيها؟ ايه انا عندي مشاريع كثير حلوه يا حباب. لا انا حاتصرف من عندي، انا حاتصرف من مخي، ان انا مخي ذكي مثل ابوي. جودي معقول هالاجدب ياخذ املاك كلها ويتصرف فيها بمخه؟ لك انا بال1% ماني متوقع حدا اجنبي يصير غني ورحنا فقيرين. ما في شيء اسمه غبي وذكي، الحق رح يوصل لاصحابه. شو بك يا حنش؟ ليش زعلان؟ هي حقك وصلك. اخ يا ريتني لا اخذت الورثة ولا اخذت كل هالاملاك هاي. طب ليش؟ شو ليش؟ ما حتركوني بحالي، حينتقموا مني. لا يا حنش، أنا بظهرك. الو، بدي اياك تخلص على الحنش وتبصمع على الوراق، بس ما تخلص عليه الاخ لانه بيضل ابن اخي. هذا انسب حل يا بابا. مبروك عليكي. انت اذا بدك تضل عايش لازم تبصم على الاوراق. حنش أنت شو جابك لهون؟ مثل ما قلت لك، بعت واحد ضربني واخذوا كل شيء مني، كبوني بالشارع. فاكرين حالهم أذكياء وعم يلعبوا؟ أنا محضر لك مفاجأة أكبر من هيك. شو هي؟ شي معك. حنش، هي الدكتورة اللي بدها تعالجك مشان ترجع طبيعي. تمي رجع، الحمد لله رجع كل شيء طبيعي، جسمي تمي كل شيء. لسه ما شفت شيء. مبروك. لك صاحبي تعال. بابا بدي نص الاملاك. شو عم تحكي؟ هدول من املاكنا، هدول املاك الحنش، انا رجعتهم بقوه. ادي حناش. حنش؟ ايه الحنش يا قطة.